القصة دي بتتكلم عن طفل اسمه نيكولاس. في صباح يوم 20 مايو سنة 2013 كان رايح المدرسة بتاعته. كان ماشي فرحان في الشارع من غير ما يتخيل أبدا إن ده اليوم الأخير ليه في حياته. وزيه زي باقي الأطفال اللي من سنه، أكيد كان بيفكر في حاجات بريئة هتحصل معاه، زي مثلا لعبة الفيديو اللي أبوه وعده في اليوم ده إن هو هيشتريها له. واحتمال كان بيفكر في الأكلة اللي بيحبها، وقال لنفسه أكيد أمي مجهزاها في البيت أول ما روح. ويمكن كان بيفكر في لعب الكرة مع أصحابه، خصوصا إن أجازة الأسبوع كانت تاني يوم. لكن للأسف الموت ما كانش واحد من ضمن الأفكار اللي جت في دماغه في اليوم المشؤوم ده. ودلوقتي تعالى نحكي القصة بسرعة ونعرف هل فعلا ظهر شبح للطفل ده في الصورة ولا لأ. وآخر حاجة خلينا أرحب بحضراتكم، وأتمنى دايما يا رب تكونوا بخير. أولا الطفل ده اسمه نيكولاس سكوت، عمره 9 سنين، في المدرسة الابتدائية، وعايش مع أسرته في مدينة مور التابعة لولاية أوكلاهوما الأمريكية. ولما الأب كان راجع في الطريق بدأ يلاحظ إن السما كانت مغيمة شوية، وكان بيتوقع إن في عاصفة شديدة هتحصل بسبب منظر السما، ويمكن الموضوع كمان يوصل لدرجة إعصار. لكن قال لنفسه بس الأخبار ليه ما اتكلمتش عن حاجة زي كده متوقع حدوثها. ساعتها قال من جواه بلاش أحط الأفكار السيئة دي في دماغي، ورجع طمن نفسه بنفسه وقال إن شاء الله مش هيحصل حاجة وحشة، وراح مكمل مشي للبيت. لكن طول الطريق كان حاسس بقلق شديد وتوتر من جواه، وبدأ قلبه يوجع على ابنه بصورة مخيفة، زي ما يكون مش هيرجع تاني. وبدأت الأفكار السلبية تزيد جوه قلب الأب بالتدريج، لدرجة إن هو لغى كل مواعيده في اليوم ده، وقعد في البيت مستني وقت خروج المدرسة. لكن بعد كام ساعة بدأ إعصار شديد يضرب المدينة بالكامل، الكل في حالة ذهول، والسكان كلهم بدأوا يقلقوا على أولادهم اللي في المدرسة، وكل واحد فيهم شايل الهم، خصوصا إن المدرسة دي كانت قديمة جدا، أو بمعنى أصح المبنى بتاعها كان متهالك، وكمان مفيهاش ملجأ للأطفال يتحموا فيه، خصوصا في حالة الكوارث الطبيعية اللي من النوع ده. ومنهم اللي سأل نفسه وهو متضايق، هي ليه الأخبار ما جابت لناس سيرة بحاجة زي كده؟ ليه يعني محدش نبهنا؟ طبعا الإعصار كان دمر أغلبية المدرسة دي، والنتيجة إن الحيطة والسقف بتوع الفصل اللي كان فيه نيكولاس كانوا وقعوا على التلاميذ قبل ما يخرجوا من المكان. والحصيلة بتاعت الحادثة دي هي مقتل 9 طلاب، وإصابة وجرح العديد من اللي نجوا بحياتهم. واحد من ال9 اللي ماتوا كان الطفل نيكولاس، اللي احنا يعني بنحكي قصته دلوقتي. طبعا والده كان اتدمر وتعب نفسيا بسبب اللي حصل له، كان بيحبه حب شديد، وما كانش عارف هيكمل حياته ازاي من غيره. وحتى كمان العيلة كلها كانت مصدومة من اللي حصل، ومش قادرين لسه يستوعبوا الأحداث دي كلها بسهولة. الأب كان قال في جنازته إن نيكولاس ابنه كان بيحب يضحك ويهزر معاه كتير، وطول الوقت كان بيفرح بيه وهو بيلعب قدام عينه. وقال إن هو مش قادر يشوف مشهد التابوت وهو راح يدفن في المقابر قدام عينيه. وخلاص الحزن بدأ يهدى بالتدريج مع الأسرة ما عدا الأب. وفات 40 يوم على رحيل الطفل نيكولاس. الأب قاعد في البيت كالعادة بتاعته كل يوم، واخد ركن كده مع نفسه وعمال يفكر فيه، وبيتفاجئ في الوقت ده إن التليفون الأرضي بيرن عليهم. بيرد على المكالمة، وبيتضح إن أخوه اللي على الخط. المكالمة جاية من أخو السيد سكوت، وبيطلب منه إن هو يحضر فورا في البيت عنده. ولما السيد سكوت سأل أخوه عن سبب الحضور المفاجئ اللي محدش يعني مرتب له أبدا، فقال له لما تيجي البيت عندي هقولك على كل حاجة، بس يا ريت ما تتأخرش عليا علشان عايزك في حاجة مهمة جدا. وخلاص قفلوا السكة مع بعض، ونزل الأب من البيت وركب العربية واتجه فورا على منزل أخوه. لما قابله هناك سأله عن الحاجة المهمة دي اللي مش مدي أي صبر عليها، فأخوه قال له أنت عارف إن النهاردة كان عيد استقلال أمريكا عن بريطانيا. بنت الصغيرة ماديسون طلبت مني نحتفل بالعيد ده زي باقي الجيران، ورحت اشتريت لها بعض الألعاب النارية. فالأب سكوت قال له ها، إيه يعني المفيد اللي أنت جايبني عليه هنا؟ فأخوه قال له اصبر عليا بس. المهم بنت ماديسون وهي بتفرقع الصواريخ في الحديقة كنت أخدت لها صورة، ولما طبعتها من الكاميرا اتفاجئت إن ابنك نيكولاس ظهر واقف وراها في الصورة، وكان جنب بنت ماديسون. فالسيد سكوت قال له طب وريني الصورة دي كده شوفها. فأخوه راح جابها له من الأوضة. أول ما الأب مسكها في إيده وبدأ يعني يبص في الصورة، ما كملش كام ثانية وبدأ يعيط بشكل هستيري، دموعه كانت ملت وشه. وقال له أيوة، نيكولاس ابني فعلا واضح في الصورة. لكن الكلام ده حصل إزاي؟ ما كانش حد فيهم
عارف يفسر الموقف. طبعا الخبر ده كان انتشر بسرعة ما بين كل السكان، لدرجة كمان ان هو وصل للجرايد واغلب الصحافة اتكلمت عنه. وهنا ظهر سؤال مهم جدا: هل فعلا الطفل نيكولاس هو اللي في الصورة ولا ده شبح ليه؟ الناس اللي حللت الصورة وركزوا فيها قالوا فعلا في خيال باهت ظاهر ورا الطفلة ماديسون، وناس تانية شككت في الصورة وقالت ده خيال لماديسون، بس يعني هو ظهر بسبب ان الكاميرا اهتزت اثناء التصوير او التقاط الصورة. اخو السيد سكوت اول ما شاف الصورة لاول مرة كان انتفض من مكانه، لدرجة ان هو شعر دماغه وقف حسب كلامه من الصدمة. وحتى كمان الاب لما شافها وقعد يعيط قال دي روح ابن نيكولاس اكيد ظهرت في الصورة مع بنت عمه. وده يعني لانه كان بيحب يحتفل بالعيد مع الاطفال، وكان بيحب يشارك معاهم الالعاب النارية. وفي النهاية اتقسمت الآراء حوالين الصورة دي ما بين المؤيد والمعارض. منهم اللي قال إن ده انعكاس للبنت بسبب اهتزاز الكاميرا، ومنهم اللي قال لأ طبعا لأن الملامح مختلفة، واضح إن دي ملامح بنت واللي وراها ملامح ولد. ومنهم اللي قال إن ده شبح نيكولاس، أو بمعنى آخر قرينه هو اللي ظهر في الصورة. وفضل الكلام يكتر ويكتر. قول لنا انت بقى رأيك في التعليقات. ولحد هنا الفيديو انتهى. لو عجبك المحتوى اللي بقدمه ادعمني بلايك واشترك في القناة وتابع كل جديد. وما تنساش اهم حاجة رأيك في التعليقات دلوقتي، واخر حاجة شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك واقدر استمر معاك الفترة اللي جاية. سلام.